تريدون إزالة حب الشباب، محاربة الشيخوخة المبكرة بشد البشرة ومنع الترهلات بوصفة طبيعية وسحرية بمكون فعال 100%. لمعرفة هذا المكون وطريقة استخدامه ابقوا معي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أحبائي من جديد في قناتكم. أتمنى أن تكونوا بألف خير وصحة وعافية. سأقدم لكم اليوم وصفة سحرية طبيعية 100% لإزالة حب الشباب بهذا المكون السحري وهو الثوم. إنه لمكون سحري وفعال، وكذلك سوف يزيل حب الشباب، يحارب الشيخوخة المبكرة، يشد البشرة، وكذلك يقلل من احمرار الوجه خصوصا عند تعرضه لأشعة الشمس، كما يزيل الخلايا الميتة من البشرة، وبالتالي سيعمل على نضارتها وإشراقها. كما لاحظتم سنأخذ ما يعادل 4 فصوص متوسطة من الثوم، نقوم بتقشيرها وتقطيعها في قدر، نضيف إليها ما يعادل كوب من الماء، وبعد ذلك نضعه على نار هادئة حتى يطهى لمدة 15 دقيقة، حتى يطهى الثوم تماما ويصبح طري جدا كما تلاحظون في الفيديو. بعد ذلك سنأخذ الخلاط الكهربائي ونضيف إليه الثوم مع الماء المتبقي، وهو ما يعادل نصف كوب من الماء. كما تتذكرون في البداية لقد قمنا بإضافة كوب كامل من الماء مع الثوم، وبعد غليه لمدة 15 دقيقة سيتبقى سواء نصف كوب. هذا الماء مع الثوم سنضيفه إلى الخلاط الكهربائي ونقوم برحيه حتى نتحصل على ماء الثوم. بعد ذلك سنقوم بإرجاع هذا الخليط إلى القدر، وقبل ذلك مهم جدا جدا نقوم بتصفيته للحصول على عصارة هذا الماء، ونزيل كل تكتلات الثوم المتبقي والذي لم يتم رحيه بشكل جيد. أنصحكم بتجربة هذه الوصفة لأنها جد فعالة وخصوصا مجربة مني شخصيا، فالثوم غني عن التعريف، فهو مضاد قوي كذلك للالتهابات، وذلك لاحتوائه على مضادات الأكسدة وكذلك مضادات للبكتيريا. كما تلاحظون بعدما قمت بتصفية ماء الثوم تحصلت على هذا الخليط. سنضيف إليه ملعقة صغيرة من نشا الذرة أو ما يعرف بالمايزينا، فكما تعلمون المايزينا أو نشا الذرة غني عن التعريف في إشراقة البشرة، نضارتها، تبييضها، وكذلك شدها وإزالة التجاعيد بصفة قوية جدا جدا. سنقوم بخلط المكونين جيدا مع بعضهما البعض حتى يندمجان ويتجانسان. سنقوم الآن بإرجاع القدر على نار هادئة جدا حتى نطهي هذا الخليط، وضروري جدا التحريك المستمر حتى يتماسك هذا الخليط ونتحصل على هذا القوام. بعد ذلك سنقوم بوضع هذا الخليط في إناء، ثم نضيف إليه ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي. هذا العسل طبيعي وليس العسل المصنوع من السكر، فذلك العسل الصناعي لن يفيدكم بشيء. وإذا لم يتوفر لديكم العسل الطبيعي يمكنكم الاستغناء عليه في هذه الوصفة.
فللعسل الطبيعي فوائد عديدة جدا على الوجه والبشرة، فهو مضاد قوي للفيروسات، كما يعمل على محاربة الشيخوخة المبكرة، يزيل كذلك الخلايا الميتة بتقشير البشرة، هو كذلك مقشر جيد للبشرة، كما يعمل على ترطيب البشرة وكذلك شدها ونضارتها وإشراقها. سنقوم بخلط المكونات جيدا مع بعضها البعض حتى تندمج وتتجانس. وكآخر مكون في هذه الوصفة هو ملعقة كبيرة من مبشور جوز الهند، فهو يعمل على تقشير البشرة بصفة رهيبة جدا جدا، وبالتالي سيزيل كل الشوائب والخلايا الميتة من الوجه والبشرة وكذلك الجسم، بالإضافة إلى أنه يعمل على ترطيب البشرة وتنعيمها. وكما تلاحظون هذا هو الخليط الذي تحصلت عليه، هذا هو الخليط الرهيب الذي سيقوم بمحاربة الشيخوخة وكذلك سيقوم بإزالة الخلايا الميتة والتخلص نهائيا من حب الشباب. والآن نمر إلى طريقة تطبيق هذا الخليط. كأول خطوة سنقوم بغسل البشرة أو الوجه بالماء الدافئ لفتح المسامات. بعد ذلك نقوم بتطبيق هذا الخليط على الوجه، ثم نتركه لمدة 20 دقيقة إلى 30 دقيقة. بعد ذلك نقوم بغسل الوجه بالماء الدافئ ثم بالماء البارد لغلق المسامات، وهذه الخطوة مهمة جدا جدا، لابد من غلق مسامات الوجه للحفاظ على البشرة، وبالتالي ستعطينا نضارة وإشراقة وحيوية. أتمنى أحبائي أن تقوموا بتجربة هذه الوصفة لأنها فعلا تستحق التجربة. فإذا أعجبتكم لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب، وإذا كنتم تزورون القناة لأول مرة فأهلا وسهلا بكم. يمكنكم الانضمام إلينا بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. أشكركم على المتابعة، وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.